عندي السكر يا دكتور، وولادي محلفيني ان انا ما اصومش رمضان خالص، وانا اصلا بستناه كل سنه علشان اصوم. انا عارف انه يجوز ان انا افطر علشان مريضه، بس هو ينفع رمضان من غير صيام يعني؟ دي كانت رساله جايه لي على رسائل الصفحه. احب اقول لك انك هتصومي يا ست الكل، ما تخافيش. في دراسه اتعملت بتقول ان الصيام فعال جدا لعلاج مرضى السكر من النوع الثاني، وان المرضى اللي واظبوا على الصيام لمده شهر اتحسنت حالتهم الصحيه بشكل كبير، لان ده ساعدهم على تحسين حساسيه الانسولين في جسمهم، وكمان خفض نسبه الكوليسترول وساعدهم انهم يتحكموا في ضغط الدم. بس ده طبعا مش الصيام اللي بنفطر فيه على بط ومحشي في المغرب. لو فعلا عايزه تصومي وما تتعبيش، عليكوا على الخطوات اللي انا هقولها لك دلوقتي. مبدئيا كده، علشان ما تتعبيش لازم تعرفي الدكتور بتاعك انك ناويه تصومي علشان يظبط لك علاج السكر على الاساس ده، لانك لو خدت العلاج وانت صايمه ممكن يجيلك هبوط. ومش محتاجه افكرك انك لو حسيتي باي دوخه او سكرك نزل لازم تفطري على طول وما تكبريش. ولو ربنا اراد وقدرت تكملي صيامك لحد المغرب لازم تشربوا ميه كتير ما بين الفطار وما بين السحور. وبلاش يا ست الكل صينيه الكنافه اللي بالمكسرات، وحاولي تقللي من الحلويات، واياكي ثم اياكي من قمر الدين، لان المشروبات الرمضانيه فيها نسبه سكريات توديكي ورا الشمس. ولو نفسك تاكلي حلويات في رمضان ممكن يبقى مسموح مره او مرتين في الاسبوع قطعه قد نص كف الايد، ويا ريت ان انت تقدري تعمليها بسكر دايت. ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين.